السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حل الغاز الشطرنج. الفيديوهات اللي قبل كده كانت حل الغاز سهلة جدا. دلوقتي ان شاء الله اول فيديو في الالغاز المتوسطة. بس تعالى الاول نحل اللغز الخامس بتاع الفيديو اللي فات. طيب لو احنا جينا بالوزير في المنطقة دي هنقول له كش ملك. طبعا هيحمي بالوزير، هيسيب الطابية من غير حماية، يبقى كش ملك، يبقى كده كسبت قطعة. ودلوقتي هنبدأ بأول لغز معانا في المستوى المتوسط. الدور على الأبيض. لو جينا حللنا القطع أو الموقف هنلاقي إن الوزير الأبيض على نفس خط الوزير الأسود، وكمان في طابية على العمود E مهددة هنا الفيل اللي محمي بالملك وبالوزير. وكمان لو جينا شفنا الفيل اللي على البي 2 لو جه في ال A3 هيكون مهدد كمان مكان الملك. طيب الحل في الموضوع ده ان انا عايز اجيب الفيل بتاعي اللي هو على البي 2 في الاي 3 علشان يكون مهدد الملك، وفي نفس الوقت الطابية والفيل يكونوا مهددين نفس الوتر او نفس المربع الاي 7. فلازم اول حاجة نخلص من الوزير علشان بعد كده يفضلنا المكان للاي 3 او الفيل، لانه احنا لو اكلنا الوزير اجباري هياكل بالفيل. تعال نجرب كده مع بعض. اكلنا بقى دي فاضية قدامي كش ملك. طبعا الملك ما ينفعش يتحرك هنا علشان فيه طابية، وكمان لو جه اتحرك هنا انزل بالطابية على مربع الاي 8 واقول له كش ملك مات. فالحل الانسب والاحسن انه لازم يرجع بالفيل ورا ويغطي الكش، يرجع ورا يغطي. بعد كده دلوقتي في الفيل والطابية مهددين نفس المربع او نفس الفيل بحماية واحدة بس من الملك. طيب احنا دلوقتي ناكل بالفيل ولا بالطابية؟ هنا يستحسن ان احنا ناكل بالطابية علشان بعد كده نحرك الطابية ويبقى في كش بالكشف، زي بالظبط اللي هيحصل كده لو اكلنا بالطابية. هو بعد كده يلعب بقى اي حاجة. مثلا لو لعب العسكري احاول انا بعد كده مثلا اكل العسكري واكشف بكش ملك، الملك يتحرك في اي مكان، وبعد كده انا اهرب بالطابية او اودي الطابية في مكان ما تكونش متهددة فيه. تمام. اللغز التاني معانا الدور على الابيض. تعال نحلل الموقف. الفيل الاسود مهدد الوزير، ولكن اللغز ده في المستوى المتوسط هو يعني جميل جدا في تضحية بالوزير، بمعنى ان الوزير لو اكل الفيل اجباري الملك هياكل. بعد كده في مجال ان انا احرك الحصان ويبقى الفيل كاشش الملك، يعني كش بالكشف، هيبقى كش دبل بالحصان وبالفيل. ما ينفعش الملك يتحرك هنا ولا هنا ولا هنا، فلازم هيرجع ورا. وبعد كده اجي انا بالحصان في المربع ده اقول له كش ملك مات، لانه مش هينفع يتحرك لا هنا ولا هنا علشان الفيل ماسك المربعات دي. طيب تعالى نجرب مع بعض. اكل اجيب الحصان هنا بالكش، ده كده دلوقتي الكش مزدوج بالفيل وبالحصان. ما ينفعش الملك يتحرك هنا ولا هنا ولا هنا، فلازم يرجع ورا. لو جيت هنا بالحصان قلت كش ملك، هيبقى كش ملك مات علشان ما ينفعش يتحرك هنا ولا هنا علشان الفيل ماسك الوتر ده، وكمان الحصان هو كش الملك. اللغز الثالث في الموقف ده الاسود اللي عليه الدور. لو جينا شفنا الفيل ضارب الخانة دي بكش، بس في نفس الوقت ما استفدتش بيها بحاجة، لان الوزير هيضرب الفيل وبعد كده الوزير هياكل الوزير عادي جدا. فانا عايز ان الفيل ده يتحرك من هنا علشان اعمل الحركة بتاعتي دي. ممكن ازاي احرك الفيل؟ عن طريق العسكري. لو طلعت العسكري قدام طبعا هو عارف اللي فيها ان هو لو حرك الفيل هعمل انا الحركة دي بكش وهياكل الوزير ببلاش، ولكن هو حرك الطابية علشان يحمي الوزير. بس طبعا هو كده استغنى عن الفيل، وانا اقدر بعد كده اكل الفيل عادي جدا. يبقى كده انا معايا 5 قطع وهو معاه 4 قطع. تعال نشوف اللغز الرابع. الدور للابيض. ولو جينا حللنا الموقف هنلاقي فيه طابية، والطابية التانية على نفس العمود. ولو جينا شفنا هنلاقي فيل ضارب الخانة بتاعة الملك، فاذا لو حركنا الطابية هيبقى كش ملك بالكشف عن طريق الفيل. فاذا احنا ممكن نجيب الطابية هنا كده في المربع ده نقول كش ملك، وفي نفس الوقت مهددين الوزير. تعال نشوف كده مع بعض. كش ملك، الملك طبعا لازم يتحرك. انا قدامي دلوقتي اكل الوزير، طبعا هو هياكل الوزير بتاعي. تعال نشوف كده مين اللي ليه الافضلية بعد النقلة دي. اكلنا، هو اكل الوزير. قدامي حلين او طريقين ان انا هاكل الفيل، بس بعد كده هو هياكل الطابية. فانا عندي دلوقتي الحل الاحسن ان انا اكل بالطابية الاول، الطابية اللي فوق اللي في الدي 8. هو هياكل بالطابية عادي، اكل انا بعد كده الفيل، ويبقى معايا طابية وفيل قصاد طابية.
تعالى كده نجرب مع بعض. أكل وأنا أكلت الفيل. كده احنا وصلنا للغز رقم 5، وده إن شاء الله اللي هنحله الفيديو اللي جاي. طبعا الدور الأسود، ياريت اللي يعرف الحل يكتب في التعليقات، وإن شاء الله هنحله الفيديو اللي جاي. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله، وفي أمان الله. مع السلامة.